الولد ده بيقول للخدامه تعالي انزلي معانا، وبتقول له لا مش هينفع. فابن صاحب البيت بيتضايق وبيقول لها اسمعي كلام صاحبي وانزلي معاهم، وبتقول له لا ما ينفعش دي مش تقاليدنا، وبيقول لها خلاص وانزلي معاهم بدل ما اطردك، وبتقول له ماشي، وبتعمل نفسها بتفك التوكه، واول ما بتوطي بتضربه بالتوكه في رجله، وبتقول له انت مش محترم، وبتوقعه في حمام السباحه قدام صحابه، واصحابه بيفضلوا يضحكوا عليه وبيجروا وراه وبيمسكها، وبيقول لها ده انا هخلي ابويا يطردك، وبتقول له ده انا اللي هقوله ان انت عملت حفله هنا، فبيتعصب وبيزقها، والبنت بتتخبط في دماغها وبيغمى عليها، واصحابه كلهم بيحسبوا انها ماتت وبيخافوا وبيطلعوا يجروا، وبيدخلها على البيت وبيحاول يصحيها، وبيمسك التوكه بتاعتها وبيضربها في رجليها لحد ما بتبدا تفوق، وبلا انت كويسه، وبتقول له انا إيه اللي جابني هنا، وبيعرف انها فقدت جزء من ذاكرتها، وبيدخل ابوه وهو متعصب وبيقول انت كنت عامل حفله في البيت، وبيكذب عليه وبيقول له لا دي الخدامه اللي عملت حفله هي واصحابها، وبيستغرب وبيسال الخدامه فعلا انت عملتي كده، وبتقول له انا مش فاكره اي حاجه، وبيحس انه كذاب، وبيقول له انا ارجع الكاميرا واعرف، ولما بيروح يرجع الكاميرا بيلاقي ان الكاميرا فصلت، ولما بيروح عند الكابل بيلاقي التوكه بتاعت الخدامه، وبيقول لها ان طلع بجد ان انت اللي عملت كده، وبيقول لها انت مطروده، وهي بتلم هدومها الولد بيروح لها وبيقول لها الفلوس دي ليكي، بصولي لابويا مش هعمل كده تاني، ولما بتشوف الفلوس بتفتكر اللي حصل معاها وان هو اللي عمل حفله مش هي، وبتاخد منه الفلوس وبتقول له ماشي، وصاحب البيت بيكون متضايق جدا من الخدامه، بس الخدامه بتروح له بتقول له انا افتكرت كل حاجه، ده ابنك اللي كان عامل الحفله دي، ولولا بتصرف عشان بعد ما اداها الفلوس اعترفت عليه، وبتقول لابو الولد لو عايز تصدق رن على تليفونه هتلاقيه في حمام السباحه عشان كان مع اصحابه تحت، وفعلا لما بيرن على تليفونه بيلاقي ان تليفونه في حمام السباحه، ساعتها بيعرف ان ابنه اللي عمل الحفله دي، وبيقول له انت مالكش دخول البيت تاني، ويشغل انت بقى واعتمد على نفسك.